زي ما انتم شايفين كده المنطقة عاملة ازاي، وحالة يعني صعبة جدا. كلمتنا المدام شيرين، عندها ولد وبنت تقريبا لا بيسمعوا ولا بيتكلموا. اصعب حاجة في الدنيا ان يكون ابنك او بنتك فيهم حاجة وانت مش قادر تعمل لهم اي حاجة، او مش قادر وبتكلم كل اهل الخير عشان يساعدوك. بعد محاولات كتير قدرنا نوصل لحالة منا وحسان علشان نقدر نساعدهم او نقدر نعمل معاهم اي حاجة ان شاء الله، واهل الخير يساعدونا يا رب. داخلين دلوقتي على المكان بتاعهم، وهم اهل المكان واهل البيت. ازيكم عاملين ايه؟ رحتي بيهم فين بالظبط؟ عايزاكي تحكي لي خطوات العلاج، يعني كل خطوه انت عملتيها عايزاكي تقولي عملتي ايه بالظبط معاهم لحد ما توصلتي ان هم ما بيسمعوش. اول ما رحت مستشفى الحومديه اللي هي بتاع الهرمويه، بيقولوا لي دي بيدوني لها علاج، بيقولوا ده هي اثر سخونيه، بيدوا له نقط في ودانها وحاجات زي كده. فضلت اديها نقط فتره. يعني سخنت منك الاول؟ ايوه سخنت مني، والله اعلم برضه اذا كانت كده، بس انا بدات اعالجها من وهي عندها 9 شهور. بعدين لما ما لقيتش في المستشفى جايبه نتيجه، رحت عند دكتور اسمه بساء. قال لك مش عارفه اسمه بس او حاجه زي كده. ايوه صح. ايوه قال هو في الحومديه. تابعت معاه شويه، قال لي ده هو ده جهاز عصبي في دماغها في المخ. ايوه حاجه زي كده. وبعدين لما هو بيديني علاج وكده البنت ما استجابتش، راح قال لي روحي بقى المستشفى بتاع امبابه تابعي معاه. مستشفى امبابه؟ مستشفى امبابه؟ ايوه صموا. ايوه. وبعد كده بقى جت الواد ده، بقى هما الاثنين بقى تودوهم سوا. الولد نفس الحكايه برضو؟ نفس الحكايه، بس هو مولود كده. ومش عارفه دي برضه اذا كانت مولوده كده ولا لا، بس انا ما عرفتهاش الا وهي عندها 9 شهور. دي كانت ما يعني ما بتسمعش، تشاوري لها تكلميها ما بتردش، نعمل حاجه جامده ما بتقدرش ترد. بس وكده بقى يقعدوا يعملوا لي يتابعوا لي شويه مع علاج مع حاجات زي كده، ما بقتش تستجاب في المستشفى، بقيت اروح بقى كل 15 يوم. انت متعلمه؟ ايوه معايا دبلوم تجاره. طب يعني انت معاكي دبلوم تجاره وما قدرتيش تفهمي ان البنت دي مثلا طالعه عندها عيب خلقي او حاجه زي كده؟ ما قدرتيش تفهمي ده؟ لان العيب بيبقى لسه صغير، ما اعرفش. ما عرفتيش؟ عندها 9 شهور. طب والتقارير النهائيه اللي انت توصلت لها؟ الورق اللي هو مع اللي انا بعته ده. كنت طبعا بتتابعي في مستشفى حكومي. فقهوة. شغال ايه في قهوه؟ يعني بيعمل ايه؟ بيعمل شاي وحاجات زي كده. يعني دخله كام شهريا؟ عادي هو باليومين. في اليوم مثلا دخله كام؟ على حسب بقى، مش كل الايام. هو شغال على الله بيطلع على الله، يعني يوم حلو يوم وحش كده تبع. لكن ما جربتيش ان انت توديها اي مركز تاني، ولا تشوفي ولا تدوري ولا تبحثي عن اي حاجه؟ الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله فتره، يا سنتين ولا حاجه زي كده. يعني انت سنتين وساكته عليها؟ هم ادوني السماعات وقالوا تابعي اعملي بقى بالسماعات، فما استجابوش العيال بالسماعات. مين اللي اداكي سماعات؟ مركز ايه؟ اللي هو في شخصوا ايه يعني لما ادوكي سماعات؟ قالوا ده من السماعات دي، لما جه عملوا لها الجهاز بتاع التخدير والحاجات دي، قالوا هما الاثنين محتاجين سماعات، كل عيل سماعه، فجبت لهم السماعات ما استجابتش لهم السماعات، ما انا معايا جوه برضه. كل عيل سماعه في ودانه. هي عندها كام سنه دلوقتي؟ عندها 6 سنين ونص. اسمها الحومديه للصم وضعاف السمع. هي سنه اولى عندنا. يعني اللي هو تبع السم والبكم. ايوه. دلوقتي ايوه بنتحسر عليه وزعلانين عشان، وبروح المدرسه معاهم بيصعب عليه شكله.
ومعاهم ولاد عمهم يعني، وكل بيسمع وكل ما بيسمعوش، ولا حد بيسمعهم. بيتكلموا عربيه بتعدي، اللي يشتمهم واللي يزعق لهم واللي يضربهم. ما يعرفش نحوش، ما لحقناش طلعنا نجري على العيال وجبناه، ما نعرفش نحوش وما بنعرفش نجيب العيل، وصعبان عليه ابوه ما فيش عشان هو هيجري. شغال بقى هو بالاجره، وعمامهم على الله برضه يعني ما فيش. الحمد لله نحمد ربنا قبل كل شيء، ونحمد ربنا ونشكر فضله. هو احنا يعني عاجبنا حالهم؟ احنا مش عاجبنا حالهم ولا عاجبنا منظرهم كده، بس هو بتاع ربنا. هو كل شيء بتاع ربنا مش بتاع المخلوق. المخلوق مش بيقدر يعمل حاجه، ونبقى ربنا عايزين ننصفهم، عايزين نخليهم حلوين زي العيال الحلوه، وعايزين يسمعوا زي العيال اللي بتسمع. ايوه التشاورات تعرفوا كل حاجه، وتشاور لك على جده وتشاور لي تكتب وتعمل، بس ما فيش صوت ولا فيش كلام ولا فيش حس ولا فيش حاجه. ان شاء الله ان شاء الله هتخاف. نفسك في ايه يا شيرين تاني؟ نفسي ان انا هم يبقى زيهم زي العيال اللي بتعيب عليهم، بدل ما العيال تعيب عليهم هم زيهم. وبنسمع كتير من لان كتير الناس بتتكلم معايا، قريب وغريب، كل الناس بتتكلم عليه. كل ما بيصوت الناس تطلع تقول لي سكتي يا عيال. ما تعيطيش يا حاج، ما تعيطيش، ان شاء الله هيتخفوا ان شاء الله. قولي. كل ما هو يصوت عليا تقول لي سكتي عيالك، كلمة عيالك احنا عايزين ننام. الناس كلها بتتكلم تقول كده. بدخل عيالي وبقفل عيالي الباب عشان ما حدش يتكلم معايا. احنا نفسه على نعمه لما يجوا عندنا كده الجيران بتزعل، الجيران بتزعل من الصوت. يقعدوا العيال بتصوت، العيال بتزعق، العيال بتعمل. هم عشان مش سامعين صوتهم. عشان مش سامعين صوتهم. ساعة ما يعوز حاجة ده تبقى الصوت بتاع البلطة جايب اللي على الجسر. ساعة ما يعوز منك طار يبقى الصوت بتاعه جايب اللي على الجسر، ومحدش عارفه بيصوت ليه. يقولوا لك احنا مش عارفين ننام، ويقولوا احنا مش عارفين نقعد، ويقولوا احنا مش عارفين نقعد شوية. ادي اللي بنسمعه من كل واحد شوية. اللي هم الصم والبكم اللي هم ضعاف السمع عندنا في المدرسه، ما يكون عندهم لو حد متضايق او عايز حاجه صوت عالي جدا، الصوت بيبقى عالي لدرجه حضرتك تنزعجي تقولي في ايه حصل ايه، لكن هم طبيعتهم كده، سماتهم كده. وربنا معاهم جميعا ومع اهاليهم ان شاء الله باذن الله. احنا بنخاطب القلوب الرحيمه، يعني عندكم حاله منا زي العسل نفسها تتعلم وتتكلم وامها تسمع صوتها على الاقل. وعندنا كمان حسان 4 سنين ما شاء الله عليه، نفسه كمان يتعلم ويقول امه نفسها تسمع كلمه ماما وبابا. فيعني يا ريت القلوب الرحيمه دي تكون معانا وتعاوننا عشان تساعد شيرين وتساعد منا وتساعد حسان. زي ما انتم شايفين كده الحالة شكلها ايه. طبعا الحالة المعيشية تعبانة جدا وتقريبا يعني تحت خط الفقر. يعني شايفين حتى مفيش بوتاجاز، مفيش اي حاجة. يعني ناس بسطة جدا وعلى قد حالهم يعني لازم نساعدهم.